انا بدات اعمل حركه اقسم بالله العظيم بعد ربنا على بعتقد الحركه ديت ساعدتني جامد ان انا اقفل ماده الانجليش حرفيا. رابع حاجه ودي تعتبر اهم نقطه عملتها في ثانويه عامه كلها. صباح الخير. في ثالثه ثانوي خصوصا الترم الاول كان عندي شعور كده بعد ما الرضا في مذاكرتي، اللي هو انا بذاكر وبعمل اللي عليا وبصلي وغيري بيذاكر وبيعمل اللي عليه وبيصلي وكمان درجاته تبقى اعلى مني. بقول لنفسي طب ايه بقى المفروض اعمله عشان اخد خطوه لقدام اللي انا اسبقهم كلهم. تمام، يعني طبعا ده بعد توفيق ربنا وكرم ربنا وكل حاجه، بس لو في 1% اجتهاد انا عاوز 1% اجتهاد ده اكون واخد خطوه قدام عن باقي زمايلي. التفكير ده كان مدمرنا حرفيا. لحد من الترم الثاني بدات اعمل شويه كده تريكات وقواعد، وحرفيا حسيت كده بالثقه في النفس، وحسيت لو انا دخلت امتحان اخر السنه احتمال كبير جدا اقفله بعد توفيق ربنا. فانا عاوزك تثق في الفيديو ده وتكمله للاخر. يا جماعه لو انت بجد استفدت بكلمه واحده مني في الفيديوهات اللي فاتت، انا عاوزك تراهن على الفيديو ده وتسمعه لاخر دقيقه، واللي يسمعه لاخر دقيقه يعمل لي منشن للدقيقه في الكومنتات، عشان عايز اقول له كده برضو يعني ايه كذا نصيحه برضو في الكومنتات تحت يعني. بمعنى الفيديو هيكون مفيد جدا، وزي ما احنا متعودين الفيديوهات كلها من غير اعلانات، اولا لحرمانيتها وانها حرام تاخد ذنوب عليها، تاني حاجه لانها تضيع لك وقتك، تسمع اعلان تفضل كل شويه تعمل سكيب سكيب ده هيضيع لك وقتك. فعاوزك بقى تضغط على اللايك وانت مرتاح انك مش هتاخد ذنوب، وشير فيديو لاصحابك، ممكن يكون ده يعني سبب ان ربنا يكرمك في اخر السنه انك تفك كرب زميلك. تمام، وكمان بس بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات في وقتها. اولا اللي ما يعرفنيش انا عبد الله الاسمي طالب في كليه الطب البشري، والحمد لله قدرنا نسعى في الحياه من الالتزام في الدين ثم الالتزام في الدراسه، والحمد لله في الدراسه عندنا مرتبين في الكليه، والحمد لله يعني معانا لغات انجلش وجيرمان، وداخلين على امتحانات يو ستيب 1 ومعانا في التستاز الحمد لله نجحت فيه، فبنسعى في الحياه ديت من كل جانب. فعايزك تشاركني كده في الرحله ديت، احنا قاعدين بندردش مع بعض يعني، فتشارك رحلتك عن طريق انك تعمل سبسكرايب للقناه. تمام، لو انت عندك كليه او حلم او مجموعه اللي بتسعى اليه لازم يكون عندك الشعور اللي قلت لك عليه في اول الفيديو ده، اللي هو انا عايز اعمل حاجه مميزه تديني خطوه لقدام عن باقي زمايلي. والانانيه في العلم طبيعيه جدا، طبيعي انك يكون عندك شعور انك عاوز تجيب درجات اعلى من زمايلك، طبيعي انك عاوز ترتب الاول على الجمهوريه، ده طبيعي جدا. فانا في الفيديو ده جايب لك كده ملخص كل الحاجات اللي انا عملتها في السنه ديت، واللي ما اعرفش انا جبت في ثانويه عامه 90% يعني. ف ورقه وقلم ونقعد نركز مع بعض كده. اول حاجه الشوامل. انا بعد ما اذاكر واعمل اللي عليا واحل كتير جدا واجهز الامتحان ده، وكان عندي بقى موتيفيشن عالي ومعنويات عاليه، اجي ادخل الامتحان سواء في السنتر او سواء في الاونلاين واجيب درجه سيئه. وده حصل كتير معايا. الموضوع بيقلب بحاله نفسيه زباله، مش لاقي نفسي اذاكر، مش لاقي نفسي افتح الماده ديت، دايما بتجي لي فكره اللي هو دي درجتي في امتحان اخر السنه، يعني مفيش امل ان انا اكمل في الماده دي كده واجيب فيها درجه احلى. وكانت ده اكتر حاجه بتدمرني نفسيا وبتخليني اصلا اراكم كتير. فاول قاعده هنبروزها ودي بقى اللي هتفرقك جامد عن باقي زمايلك، وعاوزك بس تفهمها معايا، ان الشوامل موجوده عشان تزود لك افكار لامتحان اخر السنه. فنيجي هنا النقطه، انا هجيب من دلوقتي كشكول، هنعمله كشكول خاص بالاسئله اللي انا بغلط فيها في الشوامل والاسئله اللي بغلط فيها في اي كتب الحل، واي سؤال بغلط فيه بسجله فيها، ونفضل مستمرين على الموضوع ده لامتحانات اخر السنه. اول لما اغلط في شامل وعندي مثلا درجات كتيره غلط وعندي اسئله كتيره غلط في الشامل، اجمع كل الاسئله اللي انا غلطت فيها بالافكار الجديده واسجلها. استمرار الموضوع ده مده شهر انت هتلاحظ ان انت لما تنقص او تجيب درجه سيئه جدا في الشامل هتفرح وهتتبسط، لانك هتروح هتكتب كل الملاحظات والنوتس الجديده ديت في الكشكول اللي عندك. فتبدا كده مبسوط انك بتجمع افكار. بمعنى الشامل ده عباره عن شخص بيجي لك خلال السنه يقول لك بص خلي بالك من نقطه كذا وكذا 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 انت هتغلط فيهم عشان ما تغلطش في امتحان اخر السنه. فاهمني؟ يعني انا دلوقتي انا اعتبرني انا شامل، شوف الموضوع قابل ازاي، وجاي بقول لك انت عندك مثلا انت غلطت في كذا في الهرمونات، فعايزك بس النقطه اللي انت غلطت فيها ديت تكتبها عندك في الكشكول. ده هي فايده الشامل. لو الموضوع ده وصل لك هتلاقي نفسك ده لو جبت درجه سيئه مش هتزعل وهتتبسط. هتبدا تلاحظ ان درجات الشامل اتحسنت تلقائيا وانت مش مدي اهتمام كبير جدا للشامل. ده بالنسبه للشامل، وبالنسبه للكشكول اللي احنا عايزين نجيبه في اول حاجه. ده القاعده الاولى. تاني حاجه خد الجرأه انك تشترك اونلاين. انا كعبد الله عندنا في المنصوره في سناتر كتيره جدا 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 جدا، حرفيا احنا عندنا في منطقه كبيره جدا خاصه بالسناتر الدروس. وكالعاده طبعا يعني انا ومامتي وبابايا اللي هو انا لازم تشوفني جاي من السنتر رايح السنتر عشان احس كده اللي هو انت في ثانويه عامه، لكن هتقعد في البيت تذاكر لي على التاب تذاكر له اونلاين مش مقتنعين بكده. بس انا في شهر اتنين قلت لهم ده بص حياه او موت لازم اشترك اونلاين، لان انا مش عارف اذاكر، انا حرفيا ما كنتش عارف اذاكر. انا اقعد ست سبع ساعات عشان اروح سنتر، واروح سنتر الاقي فيه 150 طالب 200 طالب. ايه ده؟ ايه الصراع اللي انا قاعد بقى اللي هو يعني انت قاعد بتصارع عشان تستفاد على المعلومه؟ طب ما انا اقعد في البيت اسمع اونلاين اركز في المعلومه انظم وقتي براحتي. كنت دايما خايف اخد القرار ده، بس انا قلت خلاص انا لازم اخد القرار ده، وخدت القرار ده بعد اقناع مرعب لاهلي. والحمد لله تنظيم وقت
بذاكر اللي انا عاوزه، بذاكر الفجر، حاولت بقى مذاكرتي كلها للفجر، ما كنتش مرتبط بدروس سنتر. نقله جامده ليا، الوقت اتوفر، جالي وقت اللي انا اخلص كل التراكمات اللي عليا. وهنا دي مشكلتنا، اللي انا عرفت بقى اوفر وقت كبير جدا ان اخلص التراكمات. النقطه ديت فادتني جدا، عشان دخلت على فتره المراجعه معايا وقتي منظم. اجي كده في اول الاسبوع اعمل كده تايم تيبل كده، جدول للاسبوع بتاعي. انا عندي يوم كذا وكذا وكذا درس مثلا مع مستر محمد عبد المعبود، حصه عن مستر محمد عبد المعبود، حصه عن مستر خالد صقر. بنظم الوقت بتاعي، هذاكر وبعدين اوفر وقت للتراكمات اللي عليا، منظم دنيتي كلها. لكن انا اروح سنتر اقعد ساعه ونص، المدرس يقعد يشرح وانا قاعد اصلا مش شايفه، ولما اجي اساله سؤال احتمال كبير جدا ان هو يحرجني في الحصه. ازاي اصلا عرفت تسال المستر؟ تمام. خد القرار واشترك اونلاين الفتره الجايه، خصوصا المراجعه. المراجعه لازما 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 سنتر، لازما اونلاين. ثالث حاجه الانجليش. انا بدات اعمل حركه اقسم بالله العظيم بعد ربنا على بعتقد الحركه ديت ساعدتني جامد ان انا اقفل ماده الانجليش حرفيا. بصوا يا جماعه، بدات اعمل كده اللي انا بعد العشاء بذاكر 10 كلمات انجليش، وبيكونوا حرفيا كلمات جديده جدا بحفظهم. والكلمه اللي بتكون صعبه او مش عارف احفظها بعملها في ستيك نوتس. وكنت عامل كده قسم في الحيطه عندي خاص بالانجليش، غير الاقسام الثانيه الفيزيكس بقى، وانت عندك في الكيمياء وفي الاحياء. كنت عامل اقسام كتيره جدا على الحيطه عندي. وده كان حرفيا كان بتشكل مع في الموضوع ده. بدات كل يوم اذاكر 10 كلمات كده بعد العشاء، اللي هو انت فاهم بعملهم كده، بس بحطهم على التليفون واقعد اذاكرهم كده براحتي وبحفظهم. ولا الكلمه الصعبه زي ما قلت لك بذاكرها على الستيك نوتس. خلال اسبوع بذاكر 70 كلمه، خلال 10 ايام بذاكر 100 كلمه، خلال ال 30 يوم اللي هو الشهر بذاكر 300 كلمه جديده جدا 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 جدا. تخيل انت 300 كلمه جديده بتذاكرهم في الشهر، عن طريق انك كل ما تذاكر لك 10 كلمات كده كحاجه كده روتينيه. خد الموضوع كروتين ليك، ما تحسش كده بالضغط اللي هو انا لازم احفظ 10 كلمات كل يوم، لا. خد الموضوع كروتين، اللي هو بعد العشاء كده بسم الله الرحمن الرحيم وانا قاعد مثلا باكل او انا بعمل اي حاجه كده، اذاكر ال 10 كلمات دول واحفظهم بقدر الامكان واعملهم ستيك نوتس. الموضوع هيكون حلو قوي قوي. ونتيجته بعد شهر اللي انا في الانجليش بدات كده انا قاعد مع مستر لما اجي نحل مثلا اي قطعه او اي ريدنج جديده كده لنفسي، اللي انا قاعد عندي حصل لي غويه. انا ساعتها كده حسيت بشعور الفخر اللي انا ذات نفسي خدت خطوه لقدام في الماده دي، من غير ما المستر يدينا كلمات حفظ او كده، لا انا ذات نفسي عملت ليها نظام والحمد لله لقيت نتيجه ليه. الموضوع ده لما مستمر حسيت كده ان انا شخص بجد ممكن اعرف اوصل، لان حسيت ان في تطور انا اللي بعمله بنفسي، مش مستني مدرس، مش مستني حد يقول لي اعمله، لا انا اللي خدت الخطوات ديت من نفسي وبدات الاقي تحسن. فطبق النقطه دي. رابع حاجه ودي تعتبر اهم نقطه عملتها في الثانويه العامه كلها، وكان اقتراح من الوالده. هي نايمه دلوقتي، بس كان اقتراح فضلت تقنع فيا طول السنه. قلت لها لا لا مش هعمل، بس الحمد لله عملته لاول مره. وكان اول اسبوع كان عباره عن عذاب بالنسبه لي، بس انا اقول لك عملت ايه. بص يا معلم، مامتك دايما تقول لي عبد الله ذاكر الفجر. لا يا ماما بلاش يا ماما، بس مذاكره الفجر انا مش عارف وكده، اللي هو انا اذاكر الفجر ازاي، انا بصحى مش بركز، مش لاقي نفسي اذاكر، اصحى الفجر ازاي يا ماما وكده. تقول لي ده الرسول، وتقول لي انا كنت دايما اقول لها يا ماما ماشي يا ماما بس انا مش لاقي الموضوع ده. بس بعد ما هو كده كان حس ان هو عمل لي محاضره لازم تذاكر الفجر. قلت له خلاص يعني ما تجرب يوم. اول يوم صحيت الفجر. لا انا هقول لك ازاي عرفت اظبط اليوم بتاعي كده بالمره، قدام احنا هنستغل الموضوع ده في شويه نصايح يعني. طبقت يوم اللي هو انا قعدت يوم كده قاعد مش هنام، كوبايه قهوه كوبايتين قهوه، لحظه، كوبايه قهوه كده. طبقت اليوم كله. جيت على الساعه 7 بالليل اللي هي 7 المغرب نمت. صحيت الساعه 4. شوف انا نمت كام ساعه؟ 9 ساعات. صحيت الساعه 4 وانا بص مصحصح وفايق، اللي هو النهارده يبقى يوم حلو. صليت الفجر. الجامعه صحيون. صليت الفجر وقمت رايح جاي بادئ مذاكرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل الفجر صحيت قلت اما اصلي ركعتين كده. ما كنتش ساعتها بقى اللي انا فاهم اللي هو انا هصلي قيام الليل ولا شايف وقت، ما كنتش لسه دخلت في المده دخلت في ايام الليل ايام الامتحانات. انا كنت سيء جدا، كنت بستغل اللي هو يعني ايام الامتحانات فاصلي قيام الليل وكده عشان ربنا يكرمنا، بس عادي عادي. بعدين رحت صليت ركعتين. بعدين رحت صليت الفجر في الجامع، جيت خدت شاور بدات مذاكرتي. حسيت كده ان في ميه ساقعه بتنزل في المنطقه ديت. ودلوقتي فهمت ان الشعور ده كان اول مره كميه دوبامين تفرز بكميه مرعبه جدا الساعه 5 الفجر. الدوبامين ده بيساعدك انك تركز في المذاكره ومبسوط وفرحان وبتذاكر وعليك ابتسامه زي اللهبل وكتاب الله. ده كانت اول مره احس بالشعور ده. قعدت اذاكر من يومها من الساعه 5 للساعه 1 او 2 الظهر. نمت قيلوله، صحيت كملت مذاكرتي. انا مامتي كده طلعت لها بتقول لي انت ذاكرت كتير. قلت لها اه. قالت لي نفع الموضوع؟ قلت لها اه نفع. قالت لي مش قلت لك؟ زلتني اليوم ده. بس بدات بقى بعدها لحديت دلوقتي كعبد الله بذاكر كليه الطب، ملتزم باللي انا اصحى الفجر وابدا مذاكرتي. الساعه دلوقتي، تعالى يا تاب،
3:30. انا بصحى لكم قبلها بساعه كده عشان اعمل لكم فيديوز بتاعتكم. فخلص الفيديو، اتمنى تكون استفدت. اللي حصل لك كده كام حاجه، واتمنى ان يعني الفيديو يكون عجبك بجد والله، او استفدت منه. وزي ما احنا متعودين، احنا في مجتمع عباره عن التزام في الدين ثم التزام في الدراسه. فشاركنا في الرحله ديت عن طريق انك تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل بقى زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو في وقته، ولايك كومنت سبسكرايب شير كل حاجه. خلص الفيديو، تشوفوا تعمل فولو على الانستجرام، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.